السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. على فكرة قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، احنا روحنا الصعيد. على فكرة عيشة الصعيد حلوة قوي عن عيشة مصر بكتير كمان، بس فيها حاجات وحشة. يعني انا زي انا دلوقتي انا بطبخ، عملت كانون وبطبخ عليه. صراحة عينيا عميت ومش شايفة قدامي، انا غلطانة اصلا اللي عملت. طبعا صراحة احنا خلصنا خالص، وانا عن نفسي خلصت، ولا كنت عايزة لحمة ولا كنت عايزة غيره. فيها ايه الاكل الجاهز؟ ماله كنا اكلنا من بره وسكت. بس فعلا صراحة كل حاجة في الصعيد تحس انها هي ليها ريحة تانية وليها طعم تاني وليها نفس تاني. حتى الارض من اول ما تدخلي الصعيد انت بتحسي بريحة الارض، بتحسي بريحة الطين بتاعتها، وبتحسي بريحة الزرع. صراحة هي عيشة حلوة، الناس عايشة بكل بساطة. آه، يعني مش زي مصر، مفيش زحمة. تحسي انك انتي قاعدة كده في مكان هادي، هدوء. برضو يعني الدنيا برضو اتظبطت عن الأول، والناس برضو عايشة برضو عيشة مصر. برضو هنا برضو البيوت اتحسنت كتير قوي عن زمان، كلها بقت إشاني ورخام وسيراميك. فالصراحة يعني عيشة الصعيد حلوة قوي، بس ليها اللي اتعود عليها، ليها اللي يعرف يتأقلم فيها. لكن اللي ما تأقلمش فيها مش هيعرف يعيش فيها ولا يوم أساسا. طبعا اللحمة بتغلي، أكيد الحلة اتحرقت أساسا. طبعا الحمد لله الأكل يعتبر شبه اتحرق، بس هناكله برضه والنار سخنة الصراحة، بس احنا عمينا واللحمة على النار قربت تستوي والحلة اتحرقت. لا يحسب على الحال. والحمد لله. دايما الناس اللي في مصر تيجي تعيش في الصعيد عشان تعرف ان هما في نعمة على فكرة. ده الزرع. الجو هنا حلو جدا، والريحة ريحة الأرض كمان حلوة. دي كمان ده جسر، وكمان جنبيه ترعة. والصراحة مباني هنا جميلة، والعيشة هنا جميلة ووسع، وخلا وبراح، تاخدي راحتك في عيشتك. آه، غير المدينة خالص. مصر زحمة، مصر الناس ما بتحبش بعضها هناك، كل واحد عايش في حاله. اكتر حاجة يمكن هنا بتميز الصعيد ان الناس كلها عارفة بعضها، وان الناس بتتحمل بعضها. يعني لو واحد بيتخانق تلاقي الناس تخلص، تسيب الناس من بعضها. الناس بتحب بعضها، بتود بعضها في الفرح وفي الكره كمان. فالصراحة هي عيشة الصعيد بتتميز عن كده. كمان الخضرة، كل حاجة فيها تحس ان اسعارها حلوة. تلاقي الارض عندك، البرسيم بيبقى في الارض، الذرة بتبقى في الارض. عايزة بتنجان بتجيبيه من الارض، عايزة مثلا خضرة بتجيبيها من الارض برضو، عايزة فاكهة بتجيبيها. فالصراحة عيشة الصعيد تحفة. وانا كده وريتكم جولة في الصعيد. يا رب تنال اعجابكم. اتمنى منكم كلكم برضو تيجوا تعيشوا في الصعيد او تيجوا تزوروها على الاقل خالص.